السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنخزن السبانخ. موسم السبانخ بقى شغال واسعارها جميلة جدا وهي مفيدة جدا للجسم. شايفين بقى السبانخ البلدي بتبقى كده الروز بتاعتها حمرا قوي، وهي بتبقى لونها اخضر غامق مش فاتح. جبنا هنا معايا كده السبانخ ومعاها كزبرة خضرا. وانا دلوقتي اول حاجة هفككهم وانقيهم كويس واغسلهم غسلة كويسة. انا معايا كده هنا السبانخ، بعد ما غسلتها غسلة كويسة جدا هفضل انقي العيدان الصفرا اللي فيها. هنقي كل العيدان الصفرا والغير صالحة غير صالحة، اسفة عفوا، والغير صالحة للاكل. تمام. وكمان هنا هنقي برضو الكزبرة الخضرا اللي معايا وهنقيهم كلهم كويس جدا. هطلع اي عيدان صفرا وغير صالحة للاكل. شايفين العيدان البايظه ديت؟ لا، احنا هنشيل كل حاجه. اهم حاجه كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، لان اللايك بتاعكم بيفرحني جدا وبيرفع كمان من الفيديو. وكمان تعملوا لي اشتراك وكومنت جميل منكم كده يشجعني بجد. لما بلاقي كومنتاتكم بفرح جدا وقلبي يعني بيدعيلكم كلكم. ربنا يكرمكم يا رب ويفرح قلبكم زي ما انتوا بتفرحوا قلبي. شايفين بقى العيدان اللي انا بطلعها ديت؟ كل ديت حاجات غير صالحة للاكل. عيدان الصفرة، وساعات بيبقى في زرع طالع كده شكله غريب، بعيدا طبعا عن السبانخ والكزبرة الخضراء. اي حاجة انقاها كويس كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي حاجة بقى هفضل انقي اي حاجة غير صالحة للاكل، لان طبعا ده هتبقى احنا السبانخ ده هنخزنها، ومش هينفع طبعا نحط اي حاجة غير صالحة للاكل في التخزين. لازم الحاجة بتاعتنا تكون خضرة كده وطازة. انا كده قطعتهم، قطعت هنا الكزبرة وقطعت السبانخ، وسبت لكم كمان كام عود للبنات اللي لسه بتتعلم الطبخ وما تعرفش طبعا الحاجات دي بتتخزن ازاي او بتتقطع ازاي. اول حاجة كده هنقطع القطعة الناشفة اللي فوق، اللي في راس السبانخ من فوق ديت، لانها مبتبقاش حلوة في الاكل وبتبقى ناشفة جدا. وهشقها 4 كده. وكمان هفضل اقطعها زي ما انتوا شايفينها كده طرنشات وسط، مش طويلة ولا قصيرة. وطبعا كل واحد حسب رغبته ما بيحب شكل التقطيع ايه طبعا. طبعا بقى احنا بنخزن السبانخ ديت ساعات بنعملها بصلصة، وساعات بنعملها في البوريك بتاع الجبنة كده، بتبقى مع حشوة الجبنة وكده بتبقى طعمها تحفة قوي. ايا كان بقى استعمالها، طريقة تخزينها سهلة جدا. احنا اول حاجة بنغسلها كويس جدا، بننقي العيدان اللي غير صالحة للاكل، وبعدين بنغسلها ونصفيها نخليها لحد ما تصفي كل المية اللي فيها. لازم تكون جافة خالص ومفيهاش اي مية. شايفين؟ بقولكوا اي عيدان غير صالحة تتشال على طول. وبعد ما تصفي خالص من المية نقطعها ونجهز عندنا اكياس التلاجة ونبدأ بقى نغلفها على الكمية على قد الموجود. يعني انتوا لو عيلة كبيرة هتحطوا كمية كبيرة، لو عيلة وسط يعني افراد وسط هتحطوا عدد افراد اقل، ولو صغيرين هتحطوا يعني كل واحد يحط على حسب احتياجه. وعايزة اقولكوا حاجة كمان يا بنات، يعني السبانخ من الحاجات اللي بتأكسد، عشان كلها حديد بتأكسد، فاحنا ما نعملش كميات كبيرة، يبقى على قد بس الغدا. يعني انت تطلعي الكيسة او تخزنيها اكياس كده على قد الغدا احتياج اليوم فقط. لان السبانخ لما بتبات وبتتحط في التلاجة بتأكسد، وكمان بتفقد القيمة الغذائية بتاعتها، وطبعا ما بتبقاش حلوة وبتتعب ساعات. فاحنا نعمل الاكل طازة بطازة احلى،
لان بجد ما انصحكوش ان انتوا تعملوا اكل ويبات يومين ولا حاجه، ما بيبقاش كويس وبيفقد القيمه الغذائيه بتاعته. وهنا كده خلاص قطعت كده كل الكميه اللي عندي. هبدأ بقى ان انا اسيبها كده على جنب واجهز اكياس التلاجة بتاعتي. هجيب الاكياس التلاجة، انا جايبة اكياس مقاسها وسط، وطبعا قلبت الكزبرة مع السبانخ كويس. وهفضل بقى احط كده، احط الكمية على قد احتياجي انا، احتياجي اليوم، مش هحط كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا خلاص كده انا هحتاج الكمية ديت، هفضل بقى اعبي الاكياس لحد ما اوصل للكمية اللي انا عايزاها. ولو وصلتوا معايا للفيديو ونسيتوا تعملوا لايك واشتراك وكومنت جميل، فضلا وليس امر، ادخلوا اعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتشجعوني. وكمان اعملوا لي كومنتات، لان الكومنتات بتاعتكم بتفرح قلبي وبدخل اقراها كلها. وطبعا بحبكم قوي وبحب كومنتاتكم اللي بتشجعني. وكمان بفرح لما بلاقيكم عاملين لايكات على الفيديوهات عندي. انا كده خلاص عماله افرز بالكميات اللي انا عايزاها. وهنا كده خلاص انا فرزت الكميه. هحاول بقى ان انا اطلع الهواء من الكيسه على قدر الامكان، ان انا اطلع كميه الهواء من الكيسه زي ما انتوا شايفين كده، بضغط عليها وهتني وهتني الكيسه عفوا. ولو عندنا مكنه اللي هي بتلزق الاكياس ديت بتاعه التلاجة يكون افضل، بس هي الصراحه مش متوفره عندي فبتنيها، لانها تحافظ ان الخضار اللي احنا مخزنينه ما يدخلش فيه بخار من التلاجة او تلج او ايا كان نوع التلاجة، بتعمل تلج او بتعمل بخار. وطول ما البخار او النفس بتاع الفريزر ماهوش داخل في قلب الخضار هيفضل محتفظ بالطعم وبالقيمة الغذائية وبنفسه كمان. يعني انصحكم ان انتوا تلزقوا الكيسة كويس او تربطوها وتخصصوا درج مخصص ان انتوا تفرزوا فيه الخضروات. يعني ما يكونش الخضروات مع اللحمه مع الاسماك، وبالذات بقى لو في جمبري تبعدوه عن الفريزر. في يعني بدل ما تحطوه في شنطه واحده حطوه في 3 4 شنط، لان كنت مره مخزنه خضروات مع الجمبري. للاسف الخضروات امتصت ريحه الزفاره بتاعه الجمبري واضطريت ان انا ارمي كل الخضار لان طعمه بقى زفر جدا. يعني من الافضل ان احنا نخزن الخضروات في درج مخصص لها. وديت كانت طريقتي في تخزين السبانخ. اتمنى تعجبكم وان شاء الله طريقة جميلة جدا جميلة جدا جدا وهتحبوها، وما بتغيرش طعم الخضار خالص وبيفضل محتفظ بلونه وبقيمته الغذائية وبطعمه. اهم حاجة بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. ودي كانت طريقتي، واتمنى لو عجبتكم تعملوا لي كومنتات تحت، من الطريقه جميله وحلوه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي.